مش عارف ايه الموضوع والله. انت تبقى رد فعلك اصلا بناء على كميه الحاجات الايموجيز اللي محطوطه جوه الكلام. انت مش فاهم، انت مش فاهم. وكلمتين وقلب وكلمتين وسهم وكلمتين وبير ميه وكلمتين ومسدس وكلمتين وحته جبنه رومي. انا مش فاهم حاجه. ايه الجو ده؟ راجل زي حالاتي كده لما تيجي مثلا تشوف بودكاست بتاعنا ماشي. قول لي مثلا ده حلو ده وحش ماشي. يعني قول رايك. طيب قوله بلغه افهمها. ماشي. لكن احنا بيجي لنا ردود الافعال يعني غير مفهومه. لا في حاجات جامد مثلا مالها ما جامد دي يعني كويس. بس هل انت خدت بالك انه دلوقتي اللغه اتدحورت لدرجه ان انت عايز توصف حاجه انها اتدحورت؟ اتدحورت. ماشي. لا اتدحورت دي من عندنا. ده دلوقتي مش هقول لك بقى بيتقال عليها ايه. ماشي ما يعني هي مش اتدهورت. لا اتدهورت يعني انت عامل ميكس بين اتدحضرت والدحورت. ما انا سيناريست. اوكي. خيال. انا عندي خيال. انت عارفنا خيال. انت عارفنا. لا بس خدت بالك مثلا انا دلوقتي علشان مثلا اقول لك ان انت شخص كويس بشتمك. بتشتمني ليه؟ يعني اقول مين اللي يشتمني ده؟ اقول لك يخرب بيتك ده انت فاهم. يعني تعبيري عن الحاجه الحلوه. وانت كول. لا كول بتروح. انا كنت بزعل قوي من الكلمه دي صراحه. يعني انت بتروح في انا نشيط وحيويه وكده. ليه كول؟ ليه انا كول. يعني مثلا انت دلوقتي تخيل انت عملت فيلم حلو مثلا اقول لك يا استاذ يا رب يا اخويا الفيلم بتاعك كان فاجر. بالظبط فاجر. انت متخيل يعني الكلمه بقت عكس الموضوع تماما يا باشا. معايا مش في اعمل لك محضه وابن فجوه مش في نجمه. ايوه جالي مره راي من واحده من الفانز قالت لي انا بكراش عليك. حلو. ما انا في الاول ما كنتش شايف ده نسيد. لا ما عشان ثقافتك غير ثقافتي. انا راجل ثقافتي فرنسيه. طيب فبالفرنساوي عندنا كلمه كراش معناها اتف. اعوذ بالله ما يقرفك. فلما الاقي واحده بتقول لي اتف عليك فكان لازم اراجع بقى كل التايم لاين او اي حاجه انا كتبتها في البوستات قبل كده. عايز اعرف انت استفزتها للدرجه دي ازاي؟ الدرجه دي اللي انت بعتها لي في البرايفت كده وتقولي لي انا طب هي تفت عليك في البرايفت. طب يا عم زعلان من ايه؟ ما هقول لك انا زعلان لانه لما فتحت البروفايل بتاعي عشان اشوف هي مين فلقيت طبعا صور بقى اللي هي العصفوره المذبوحه والبتاع ايوه فاهم. دعاء السماء والحاجات دي. الكفر بيكتشر بتاعتها انا حبيبة احمد حاجه سودة خالص ومكتوب عليها اصفر انا حبيبة احمد. سودة خالص يعني اللوحه سودة. جايز حبيبة احمد الله يرحمه. لا مكتوب بالاصفر. احمد عايش مكتوب بالاصفر انا حبيبة احمد. ماشي. فلقيت حبيبة احمد بتف عليا ليه فانا كنت هضطر ان انا ادور على احمد نفسه. بقى ادور عشان اساله العصفوره بتاعتك مالها بتف عليا ليه انت. ففهمت انه كراش معناها مش اتف معناها ان انا بحبك. طب هي اصلها ايه؟ لا مش بحب يعني ما انا بسالتها قلت لها بتكراش عليا ليه؟ قالت لي ليه يعني ايه؟ قلت لها يعني ليه بتكراشي عليا؟ قالت لي عشان انا معجبه بيك. هنا حصل بقى ايه في دماغي منين انت معجبه بيا؟ دي مجنونه بقى. انت قلت دي مجنونه بقى. اي حاجه بتحبها دي هبله بقى. ففهمت بقى ان هي قصدها لا انا بكراش عليك انا معجبه بيك انا بحبك. فساعتها انا كنت عايز اتصل باحمد تاني برضو احاول الاقيه عشان اعرف انت موقفك ايه من ان هي بتحبني يعني. وهي حبيبتك هي حبيبتك انت. فساعتها بقى يعني انا كان لو هي بتكراش عليا بالعربي انا كنت هكراش على احمد بقى بالفرنساوي.